خويا دوزت 24 عام ظلما وعدوانين. انا ما كرهتش كاع اللي يردوني على الحبس، خلوني تما، ما عندي ما ندير برا، صافي نكمل حياتي تما. راه كندوز واحد المده، واحد النهار نقدر نمشي للكوميساريه ونقول لهم دخلوني الحبس، ما عندي باش نعيش. انا تعذبت بزاف في الحريه صراحه، هذا الشيء اللي كاين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقينا اتصال عند الأخ عبد السلام. عبد السلام قضى عقوبة سجنية تحكم في الأول بالمؤبد المحدد ل 30 سنة، قضى فيها 24 سنة سجن. عبد السلام يلا خرج من السجن تيتكلم على البراءة ديالو في الموضوع. غادي نشوفوا القصة. سي عبد السلام، طلبتي منا أننا نناقشوا معك الموضوع، عاود لينا هاد 24 عام ديال السجن اللي يلا خرجتي. انا خويا دوزت 24 عام ظلما وعدوانين. انا جريمه ديال القتل ديال الموطاكسي ما عمري شفتها ولا عرفتها، هي واقعه في 94 وانا تشديت في 95، ما فاهم والو في هذا الشيء. ظلما دخلت للحبس 24 عام، ضربتها الان دابا لحد الان انا خرجت، انا ما ماشي هو داك في عقلي. واخي الا كان ممكن عاود معنا التفاصيل، هاد الموطاكسي كيفاش، شنو اللي وقع؟ هاد الموطاكسي مشينا راكبين معاه الخدمه، كنت غادي خدام، ركبنا معاه وقعنا مع واحد الشجار، مشينا بحالنا حنا، هو مشى بحالو، داس عليا، جيت بحالي المحل، حتى جاو عندي البوليس شدوني قالوا لي طلع مني، طلعت مشيت معاهم للكوميساريه، قالوا لي مشيت قلبت الدوسي قالوا عندك القتل. دخلت القتل، حكموا عليا مؤبد، ما داير فيها حتى شي حاجه، ما عالم ما عارف، انا انا كنشوف بنادم عام مريض طايح في هذا ولا هذا كنتخلع منه، حالا كان غادي نمشي نقتل. ظلما دوزت 24 عام، وتتعرف 24 عام باش دوزها بالحبس راه مصيبه كحله نيشان. واخا هاد مول الطاكسي فين هو؟ هاد مول الطاكسي راه مازال حي، راه كاين في اكادير تعيش لحد الان، تيقولوا ملقبينه بوفوس عبد الله، هذه السميه ديالو، وداير لنا حنايا مول طاكسي اخر ما عارفوش كاع، داير لنا واحد السميه ما كنعرفوش. جات مرته حتى المحكمه قالوا لها حنا شدينا هذو اللي قاتلين، قالت لهم ماشي هما هادو، انا الكوسطه اللي داروها البوليس راه ماشي هي هذه اللي مشدودين بها، هادو ثلاثه، هو واحد وهادو راه ثلاثه مشدودين هنا، وجروا على قال مشي سوق كسير بحالك. صافي ما تحكمت لا محامي لا حاجه، دخلت صافي ما تلقيت راسي محكوم ناضي صافي في الحبس سونطرال. هذا هو المشكل. يعني انت ملي تقدمتي يناقشوا معك هذا الشيء، ما فهمتش انا هذا الملف، شنو هو الدليل على انك انت عندك صله بهذا القتل، ولا ما كاين اعاده تمثيل الجريمه، ما كاين والو في هذا الملف؟ لا، اعاده التمثيل ديال الجريمه داروها، ولكن ملي من الجندارم قال لهم ما تعطيوه لنا، هذا راه فعلا عنده الصح، هذا السيد هذا راه عنده اللي وقع له معاه المشكل، راه مازال حي. هما البوليس قالوا لهم دابزوا فعلا بالصح، تناقشوا قالوا هذا خليه لينا. ملي جابوني انايا مشاو داوني عند الوكيل العام، الوكيل العام قال لهم جبدوا هذوك المحجوزات، جبدوا واحد المحجوزات، قيسوا عليا الجاكيطه ما جاتش قدي، قيسوا عليا المكانه، هو يقولوا الوكيل هذيك السنطه ديال المكانه راه ماشي قدو، راه ماشي ديال هذا، ربما ديالو المونتيفو. قلت لهم لا، انا هو الضعيف، هما يقولوا له البوليس هذا هو الضعيف، وقال لهم وديوه حيدوا عليا، اذا ما كاين حتى شي حاجه. جيت انا قلت انا صبر ربي راه دار تاوي الخير، بالتالي ما عرفتش كيفاش تدت المحكمه، قال لك عندك المؤبد. الان صافي ضربت هذيك المؤبد، خرجت تعفو علينا سيدنا هذا في هذا كورونا. شكون اللي مشدود معاك في الملف ديك الساعه؟ مشدود معايا العجل محمد، تا هو راه متابع الملف ديالو، هذا نفس الملف ديالي، نفس اللي وقع لينا وقع له تا هو. هو هاد العجل هذاك واش هو اللي جبدك معاه، ولا هو اللي داير، ولا كيفاش؟ لا ماشي هو اللي جبدني معاه، اللي جبدنا كان واحد نسيبي كان ديجا عنده مشكل في هذا، داروا مع تحقيق البوليس، قال لهم راه فايت، مشيت مع شي وحدين الاكادير يخدموا، ومشى فعلا عيطوا علينا قالوا هذا عنده مونتيف ديالو بوحدو، ندخلوا مع هذا. انا ما عارفش واش تيديروا هما بحقيقه، انا دخلوني ما عارفش واش هو اللي جابدني بشي حاجه اولادو، ما كاين حتى شي حاجه. انا قالوا يحكم عليك باكادير ما عندي بها لا روح لا والو. السيد بوفوس عبد الله راه باقي حي الان، ملقب بوفوس عبد الله، راه باقي حي الان، باقي وليداته، باقي كل شيء، وانا راه دوزت عليه العقوبه وهو حي. وهذا اللي قتل بالصح انتم عرفتوه؟ لا ما يمكنش، انا ما عرفتش. انا المدينه اللي مشيت لها، انا مشيت لها تقريبا واقيلا شي شهرين و3 شهور رجعت. والمحاضر وشنو كان فيهم؟ كنت انت فيهم الاعتراف ولا اش فيهم؟ المحاضر من اللي بحثوا معايا البوليس قالوا لي يا ودي ملي نزلتي من الطاكسي ومشيتي بحالك شنو كيفاش درتي؟ مشيت للطاكسي، مشيت للخدمه نيشان، وهو مشى بحاله، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا ضرب لا جرح لا مدابزه لا حتى حاجه وحده اللي كاينه مدابزه في المحطه،
ما حطاك الدبزه ماشي دري سكرين دابزنا ركبنا بطاكسي اكسجين وهذيك هي الدليل. مشاو حتى المحطه والكرسي وقال لهم واحد عام داز من هنا واحد ودابز يقول لك بصح وقعت. وملي جينا بحالنا انا ما هربتش، انا جاو هزوني من الحانوت ديالي كندير الكترونيك، جاو هزوني من الحانوت البوليس، جاو حتى لعندي قالوا لي البوليس بلا راه جينا وقعدنا وشربنا مناضه قدام الحانوت ديالك وشناك خدام عادي ما كاين حتى حاجه، حيت فعلا ما كاين حتى شي حاجه. جبدوني هزوني من تما كاين جابوني ما عارف لا روح لا والو حتى نهار غنتحكم. عاد قال لي يحكم عليا بالقتل، عرفتي ما حكم عليا بالقتل ما نكون بقيت ساكت. تحكم عليا مشيت بحالي اللي صابتنا السونترال من تما كاين وانا في السونترال حتى خرجت في 2024 من 96 من 96 وانا من 95 وانا في الحبس تل جريمه شنو الوقت اللي وقعت الجريمه مع الوقت اللي انت تعتقلتي، شحال الفرق بيناتهم؟ الجريمه اللي وقعت عام باش مشيت انا اكادير ورجعت للدار تقريبا عام 94 95 شديت وانا في 94 مشيت لاكادير داز عليها عام. عاد جاو عندي شدوني وداوني قالوا لي انت مشيت لاكادير. مشيت لاكادير اش من تاريخ؟ مشيت التاريخ في 94. قال لك واخا في 94 داوني تما كاين قالوا لي ركبتها فين دزت صوروا داك الشيء يقولوا الامور جينا بحالنا ما كاينش. قلت لهم شنو عندي؟ قال لك ما عندك والو، عندك مو طاكسي مضروب غنعرفوا شكون مولاه. ملي جابوني شحال نتوما حنا 3 جابوني لابريغاد، دوزت في لابريغاد اليوم غدا دوزت تحقيق عاودت للتحقيق عاودت للرئيس عاودت للبوليس. بالتالي ملي سال التحقيق دوزني المحكمه الملف ديالي جاهز، حكم عليا بالمؤبد، حكم عليا 3 المؤبد 3. بقيت كنغوت انا ديالهاش ما عرفتش لحد الان تا بديت نسود. قالوا لي ودابا الراجل راه باقي حي الان في دارو، لا بغاو يمشيو معايا نديرهم حتى للدار ديالو. عنده اللقب ديالو، حنا حطينا له اللقب ديالو ما حطيناش الكنيه ديالو حقيقيه. هو سميتو عبد الله حقيقي ولكني ما عرفش كنيه. الدري اللي كان معايا قال لي الكنيه كنيتو بوفوس، هو ما كنيتوش بوفوس غير لقب. هما بوفوس باش الحي بودراع عندهم هذيك غير لقب، اما هو سميتو عبد الله والكنيه ما عرفاش الان. واحد الكلمه قلتيها لي قبل من التسجيل ملي كتعاود لي القصه، قلتي لي تبدلت عندي الدنيا ملي خرجت 24 عام، لقيت عالم اخر، لقيت بزاف. الزوجه قلتي لي طلقت مني، كاينه ولادي جيت لقيتهم كبروا، كاينه. عاود لينا. انا ملي خرجت من الحبس ودخلت خرج السيفيل بحال نزلت نمشي كوكب اخر، عالم اخر. يعني انا ما خليتش تليفونات، ما خليتش هادو كامل هادشي، ما خليتش تبدل ليا. ولكن فاش تنجي للدار اولادي خليتهم صغيورا وكنلقاهم رجال. كتجيني بحال جالس مع واحد براني ما كنعرفوش، المراه مطلقه مني. وحدي الان دابا اللي مشيتي معايا وصورتي معايا في الدار عايش بوحدي بحال في الحبس. وبصح كنقول لك هذا تمشي معايا حتى للدار وتصورها ما معايا لا مراه لا ولاد لا والو. الدري ولدي انايا ولا ساكن بوحده ما تيقدرش يريح معايا. علاش؟ هذيك اللي بعيد على العين، اللي بعيد على العين بعيد على القلب. نيشان مهما 24 سنه تكبروا بوحدهم ما عندي حتى علاقه بهم. البنات خدامين بطنجه مساكن، اللي خدام واللي المراه تاهي راه ملاوحه بوحدها بجهه، الدري ملاوح ديتما وانا ساكن بوحدي. دابا الا مشيت صورت معاه تلقاني بوحدي عالم اخر. انا ما كرهتش كاع اللي يردوني على الحبس، خلوني تما ما عندي ما ندير برا، صافي نكمل حياتي تما حيت انا بالحبس. كيفاش كتعيش انت دابا وشكون كيساعدك؟ ما عندكش الامكانيات؟ ما كاين حتى شي مساعده من عند شي واحد. وتقول راه من كان تمشي شي قهوه كنريح، كاينوا الدراري ركز ديال الماء كيجيبوا لواحد ولا قهوه، كاينوا شي واحد يضمون لك ويحط لك، ما كيعرفك واكل، ما كيعرفك شارب، ما كيعرفك ناعس، ما كيعرفك مصبط، ما تعرفك مكسي. صافي هذا مسكين راه كان في الحبس والله يعمر هذا راه كيعرفوك الله يعمر هذا، ولكن ما كاين لا مدخول لا حتى شي حاجه. عايش كون شي الحبس كنت عايش فيه. اما هنايا دابا هنايا في الحريه ما كاينه حريه. هي راه كاينه حريه ولكن ما كاينش حريه. راه تما كاين راه كندوز واحد المده، واحد النهار نقدر نمشي للكوميساريه ونقول لهم دخلوا لي الحبس، ما عندي باش نعيش. شكون يخدمك؟ انت خارج من 24 عام ديال الحبس وانت دخلتي بريء ليها وكتحسب مجرم. وانا ما عمر اجرام عرفتو كي داير. راه كتمشي عند بوليسي ولا هذا غيمشي عاد تخدم، تقول له غنمشي نخدم شي شركه ولا شي حاجه، كيعرفوك مدوز الحبس، يقول خويا الله يعاونك حنا ما كنخدموش اللي دايز في الحبس. هو انا دوزت 24 عام ديال الحبس، ما عمري دزت المحكمه، ما عمري دوزت كاشو. عندي بو كوندويت، عندي الحسن السيره ديالي، يمشيو للمحكمه يقول ما السيد العمر ظهر
ولكن باش كي غدير تاخذ الحسن سيره برا، كي غدير تخدم انا مربع مريح صافي. لا كندور عند هذا ندور عند هذا، تا الدري ولدي ما خدامش، تا هو راه مربع معايا تما كيكمي كيدير كلشي، مازال انا راه ما كنكميش، هو راه كيكمي. خصك الا قاعد حداك راه ما كانش عنده الكارور ما يجلس معاك. تعذبت في الحبس فوق الحساب، ولكني في الحريه كثر في الحريه، عايش بوحدي في الرادي، ما كاين لا حنين الله يرحم. صراحه انا تعذبت بزاف في الحريه، صراحه هذا الشيء اللي كاين. مشاهدينا الكرام، صراحة كلام جد مؤثر. 24 سنة ديال السجن. بقى عندي سؤال أخير مع الأخ عبد السلام. سي عبد السلام، إلا كان ممكن الله يفرج عليك، عندي سؤال واحد. السيد اللي هو معك في الملف، واش ما كطالبوش فتح تحقيق جديد في الموضوع؟ ما كرهتش انا ما كرهتش نعاود الحكم ديالي من جديد وناخذ البراءه ديالي. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، سي عبد السلام كيتكلم بعمق، تيطرح الإشكاليات صراحة يعجز اللسان عن الكلام. 24 سنة ليس بالأمر السهل. حاليا الزوجة هي طلقات، الولاد ديالو كبروا، كيعيش بشكل مستقل، والوضع صراحة هش بشكل كبير. غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال الأخ عبد السلام، وتنطلب الله عز وجل وجل المغاربة وكذلك المنظمات والجمعيات الحقوقية